بغمزة وابتسامة وقعت في حبه من النظرة الأولى، وهيعمل لها برنامج باسمها هتحب فيه لوحده. ياسمين عز من يوم ما ظهرت على الشاشة وهي بتحاول على قد ما تقدر إنها تخلي حياتها غامضة، وبتداري على أخبارها دايما وعن عيون كل الإعلام، لدرجة إن الجمهور ما كانش قادر يعرف إنها متجوزة أو مرتبطة ولا حتى منفصلة. محدش كان فاهم وضعها إيه، وفي كتير شكوا إن طريقتها في البرنامج مصطنعة عشان تصطاد عريس. التفكير ده مجاش من فراغ، لأن حياتها الشخصية كانت غامضة شوية، وفضلت تكون ترند بتصريحاتها وظهورها هي مش بعيلتها. وياسمين كانت بتسمع ده كله وبتطنش، ولا مرة ردت ولا حاولت إنها تدافع عن نفسها حتى بعد ما ظهر تركي الشيخ في حياتها. ومن وقتها وحياتها اتغيرت 180 درجة. ياسمين من زمان معروف عنها إنها بتنصف الرجالة من الدرجة الأولى، وعندها مبرر لكل تصرف الراجل ممكن يعمله وشايفاه دايما على حق. ياسمين كمان رفضت كل اللي بيتقال في حق الراجل، وقالت مسموح ليه إنه يعمل أي حاجة، ده هو وأمه كمان، يدوس على السجاد، يفتش في موبايلات، ويرفض في قرارات، ويزعق براحته. وقدمت نصايح للبنات والستات كتير في حلقات برنامجها، زي مثلا إنهم يخلوا الراجل اللي معاهم يهزر مع زميلاته ويشم نفسه. وقالت أي واحدة تاخد لقب الزوجة التانية مش وصمة عار، وما ينفعش تستعر منه. كلام ياسمين عجب تركي آل الشيخ قوي ودخل دماغه، وقال قليل في الزمن اللي احنا فيه ده دماغها تكون نفس دماغه تفكير ياسمين عز. ده غير طبعا جمالها اللي شده ليها من أول ما شافها. تركي حكم عقله وحاول إنه يوقعها في غرامه بأي طريقة، وبعدها يعرض عليها الجواز اللي هو متأكد 100% إنها مش هترفضه. فقرر السنة اللي فاتت إن من بين كل الإعلاميات في مصر والوطن العربي كله يختارها هي عشان تقدم حفلة محمد منير. ووقتها طلعت علقت على الحفلة وقالت سعيدة وكل فخر إن قدمت حفلة محمد منير، وكانت ليلة مبهرة وساحرة بليالي جدة بحضور الآلاف. وكل الشكر والتقدير لتركي آل الشيخ إنه منحني فرصة أكون جزء من حفل ضخم، وشكرا إنه خرج بالشكل ده. ودي طبعا مش حاجة جديدة على السعودية، ومن الوقت ده بدأت شرارة الحب بينهم، ويوم بعد يوم بدأت العلاقة ما بينهم تتطور من إعجاب لصداقة لحب، وأخيرا جوازه في السر بعيد عن عيون الناس. بس تركي الشيخ كان ليه شرط أساسي في الجوازة دي، إنها ما تخلفش عشان الجوازة تتم. وطبعا واحدة في تفكير ياسمين عز ما بتقدرش تقول للراجل لأ، أكيد هتقوله حاضر يا سي السيد.